السلام عليكم. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الظاهرة اللي غتكونوا كاملين لاحظتوها، بالاخص في الخطب ديال الجمعة ولا في الدروس الدينية المقدمة في المساجد ولا حتى في الفيديوهات في يوتيوب. علاش بزاف ديال الخطباء كيدويو بصوت عالي؟ علاش كيغوتوا؟ وعلاش بزاف منهم طريقة الهضرة ديالهم ولا النبرة الصوتية ديالهم كتكون كتخلع؟ اول حاجه نتفاهموا عليها هي ان فعلا ماشي كاع الخطباء بحال هكا، وماشي الدين في حد ذاته هو السبب، ولكن فعلا راه كاين بزاف ديال الخطباء اللي كيدويو بصوت عالي، وكاين بزاف منهم اللي كيغوتوا بطريقه اللي كتخلع واللي كتركب فيك الرعب، بدل ما انها تعطيك الطمانينه وتعطيك الراحه النفسيه والروحيه. فشنو السبب اللي كيخلي هذا الاسلوب منتشر بزاف في المنطقه ديالنا؟ اولا بالنسبه ليا فخصنا نشوفوا المساله بمنظور ثقافي. شعوب المنطقه ديالنا عموما هم شعوب اللي شفويين. في قديم الزمان قبل ما يكونوا المدارس فالناس كانوا كيتعلموا بالسمع، وفي ديك الوقت كان الشخص اللي عنده الصوت العالي كان كيتعتبر على انه هو القوي، هو العارف، وهو اللي عنده الحق. ولكن حنا دابا في القرن 21 فعندنا ميكروفونات وعندنا وسائل التواصل الحديثة، فاحنا ما بقيناش محتاجين للصوت العالي باش اننا نوصلوا المعلومه. وهادشي اللي كيدينا للنقطه الثانيه اللي هي ان الصوت العالي في بعض الحالات كيصبح طريقه للهيمنه. الخطيب ما كيبقاش غير شخص كيهدر، كيتحول لشخص كيحاول يفرض حضور قوي، وبالتالي فالمساله كتولي استعراض قوه اكثر من انها توصل للفكره. وزيد عليها في بزاف المناطق اللي التعليم فيهم ضعيف والناس ما قارينش مزيان، كتلقى الخطيب هو المصدر الوحيد للمعلومه. وفي هذه الحاله واخا ما يكونش الكلام ديالو مقنع، الصوت العالي والحماس الزائد كيعطيوه سلطه اكبر. عامه فاش كتكون الحجه ضعيفه كنقلبوا اننا نعوضوا هذا الضعف اما بالصوت او بالحركات او بالعاطفه. وهذا الشيء علاش كتلقى بزاف ديال الخطباء كيستعملوا اساليب ديال التخويف وديال الغوات باش يشدوا الانتباه. وهذا الشيء عنده تاثير كبير خصوصا على الناس اللي ما كيحللوش واللي ما كيناقشوش، اللي غير كيسمعوا، واللي نقدروا نسميوهم القطيع. في غالب الاحيان ما كتكون النتيجه ديال هذا الشيء سلبيه بزاف، حيت فاش كيكبر الواحد كيسمع الاصوات عاليه، الغوات والغضب والتهديد، كيترسخ في الذهن ديالو بان اي نصيحه كتجي غير بالغوات وبالتهديد. وهذا الشيء كينعكس بطريقه مباشره على التعامل بين الناس. فواحد من ابسط الامثله هو مثلا ملي كيبغي شي واحد ينصحك وكيبدا يغوت عليك، بحال الا الصوت العالي هو اللي غادي يحل المشكل. وكنأكد ان هذا واحد من ابسط الامثله لهذا التاثير السلبي ديال هذه الظاهره، حيتاش هذا الشيء قد يوصل حتى للارهاب. فشنو هو الحل لهذه الظاهره؟ اولا خاصنا نستوعب بان الصوت العالي ماشي دليل للمصداقيه، بالعكس فالصوت الهادئ كيعبر على ثقه في النفس اكثر وكيعبر على الحجه القويه. وثانيا خصنا نشجعوا الناس اللي كيستعملوا طرق جديده باش انهم يوصلوا الافكار ديالهم، اما الشباب اللي كيهضروا في يوتيوب ولا الناس اللي كيستعملوا الوسائل الرقميه الحديثه باش يناقشوا الافكار ديالهم بهدوء واحترام. هاد الناس خصهم الدعم. كنظن انه جا الوقت اللي نراجعوا فيه الطريقه اللي كنتواصلوا بها مع الناس والطريقه اللي بها كيتواصلوا الناس معنا. وكما قلنا فالصوت العالي يقدر يجبد الانتباه، ولكن هادشي ما كيعنيش انه هو اللي عنده المعنى الاعمق ولا هو اللي عنده الحق. ولكن ما نساوش ان حتى الهدوء في الصوت قد يكون غير قناع شي مرات. وقبل ما نساليو بغيتكم تشوفوا واحد الفيديو نتكلموا بعجاله على واحد الظاهره اخرى اللي حتى هي موجوده بكثره واللي كتثيرني ايضا. عايز يكون لك قدر كبير في السماء قبل الأرض، تمسك بالقرآن الكريم. إزاي يا عمر؟ شوف، القرآن نزل به سيدنا جبريل عليه السلام فأصبح سيد الملائكة، سلام. ونزل على سيدنا محمد صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم. فأصبح سيد الأنبياء. سيد الأنبياء، ونزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت، خير الأمم. صحيح. ونزل في ليلة القدر فأصبحت. بزاف المرات في الانترنت كنشوفوا هاد النوع ديال الفيديوهات ديال الناس الصغار اللي كيعطيو نصيحه وموعظه للناس اللي كبار، بحال هاد الفيديو هذا اللي كنشوفوا فيه الدري الصغير كيعطي نصيحه للراجل الكبير في كيفاش يكون قريب من الله وكيفاش يعيش مزيان مورا الوفاه ديالو. باش نكونوا واضحين هنا، فالمشكل ماشي في المضمون ديال النصيحه ولا في القران، المشكل في الفكره اصلا. واش معقول ولا منطقي ان دري صغير اللي مازال ما عاش تجارب كافيه في الحياه واللي مازال ما عندوش وعي متكامل يعطي نصيحه لراجل كبير؟ والمضحك هو اننا فاش كنشوفوا هذا الشيء كنحسوا بحال واحد النوع ديال الفخر،
واو حتى الدراري الصغار كيدويو في هاد المواضيع، سبحان الله ما شاء الله شحال واعيين. ولكن في الحقيقه المشكل ماشي في كبير ولا في صغير، المشكل في اننا كنقلبوا على اي حاجه اللي تاكد لنا الافكار ديالنا بلا ما نفكروا فيها. وفاش كيجي شي صوت اللي كيعاود لنا الكلام ديالنا فاحنا كنصفقوا ليه واخا يكون صوت غير ديال طفل صغير. وهنا خصنا نطرحوا السؤال الحقيقي واللي به غنختم هذه الحلقه، اللي هو واش فعلا باغيين نعرفوا الحقيقه؟